اتولدت عامية لكنها أصبحت قديسة جميلة جدا وعظيمة في شفاعتها. هي القديسة ماترونوشكا، ومعنى اسم ماترونوشكا هي رتبة كهنوتية عالية زي المطران كده باللغة الروسية. تعالوا نعرف قصة حياتها مع بعض. اتولدت يوم 22 أكتوبر 1881 وتنيحت يوم 2 فبراير 1952. كان أبوها وأمها ناس على قدهم جدا، وكان عندهم 3 أطفال. كانوا عايشين في قرية فقيرة، فحملت الأم بمطرونة. فالأب والأم حزنوا جدا لأن هم قالوا احنا فقراء قوي ومش قادرين نأكل 3 أطفال، هنقدر على الرابع ازاي؟ فاتفقوا مع بعض على ان يوم ما يتولد الطفل ده هيحطوه في دار أيتام. ولكن حصل حاجة غريبة جدا. الأم حلمت حلم وشافت فيه طائر جميل جدا وأبيض قوي لكن ليه راس إنسان. وبعد كده بعد ما طار جه وقف على دراعها اليمين، فشافت ان الطائر ده ملوش عينين. لكن لما ولدت الطفلة مطرونة كانت هي كمان من غير عينين، لكن كانت إرادة الله ان هي تبقى مطرونة وتتربى في عيلتها وسط اخواتها. ولما كان عندها سنة كان أبوها وأمها بيشتغلوا اليوم كله عشان يقدروا يأكلوهم ويصرفوا عليهم، هما ال4. وفي الوقت ده كان اخواتها ال3 بيضربوها وبيعذبوها وبيلعبوا بيها كأنها عروسة صغيرة، لأنها كانت عامية ومش شايفة حاجة. لدرجة ان هما جم في يوم من الأيام راحوا رموها في حفرة قريبة من البيت. وفي الوقت ده روسيا كانت مشهورة قوي بالشيوعية، المسيحيين كانوا قليلين جدا، ولو واحد فكر يروح الكنيسة ده كده حاجة خطر جدا، وما كانش حد يجرؤ يروح الكنيسة في الوقت ده. لكن مطرونة الكنيسة بالنسبة لها كانت أحلى حاجة في الدنيا، لأنها كانت ملجأها الوحيد لأنها تهرب من اخواتها وضربهم وإهانتهم ليها. وهي عندها 3 سنين اتصابت بمرض الجدري، وكمان كانت بتعاني من الشلل ونموها توقف، لدرجة ان شكلها بقى زي الطفل الرضيع. وبعد كده لما كملت 7 سنين ابتدت تتنبأ بالمستقبل وتشفي المرضى وتعمل معجزات ملهاش اي حصر، فكانوا الناس يدوها هدايا وفلوس ليها ولعيلتها. كده هي كانت بتعول كل عيلتها. وبعدين مات ابوها وامها. في وقت معين كده قبل الحرب العالمية التانية راحت لمدينة موسكو، لأن الجوع كان موجود في كل مكان والناس كانوا بيجروا دايما ويهربوا للمدن الكبيرة. وسابت اخواتها لأن هما في الوقت ده كانوا شيوعيين. وبعدين قالت أنا هسيب اخواتي لأن هما مش بيؤمنوا بالمسيح، وراحت موسكو وبشرت بالمسيحية الأرثوذكسية، بيقولوا عليها لغاية دلوقتي المبشرة والنبية. وراحت للرئيس يوسف أستالين وقالت له قريب قوي هتبدأ الحرب العالمية التانية، وقالت له كمان ان الاتحاد السوفيتي هينحل بعد نهاية الحرب. كانت القديسة ماترونوشكا عظيمة جدا في الإيمان، وكان بيتم على ايديها معجزات كتيرة جدا. ومنها انه في مرة من المرات في طبيب روسي اعتقلوه بسبب تهمة متلفقاله، فدخل السجن وكان حزين جدا. وعشان هو طبيب راح إدارة السجن استغلته في ان هو يكشف على المرضى كل يوم. وفي يوم من الأيام عرف ان في واحد جوه السجن بيدبر ان هو يقضي عقوبة لفترة 15 سنة تانية، واحد كان مستقصده يعني. فحزن جدا. ووقتها الممرضة المساعدة بتاعته حكت له عن القديسة. والقديسة ماترونوشكا في الوقت ده كانت ساكنة في بلد بعيدة قوي عن السجن، تبعد أميال. فقالت الممرضة للطبيب هقولك على حاجة ما تتريقش عليا، نادي بصوت عالي 3 مرات يا القديسة ماترونوشكا ساعديني. في البداية قعد يضحك الطبيب، لكن بعد كده قال انا مش هخسر حاجة، ونادى على القديسة. وما عداش ايام قليلة جدا الا وكان خارج واخد براءة من التهمة المتوجهه له. ولما خرج من السجن قال انا لازم ازور القديسة ماترونوشكا، وفعلا راح زارها وشافها، فاتفاجئ بحالتها المرضية وفقرها الشديد وإيمانها العظيم جدا. وفي وقتها اتنبأت له القديسة إنه هيقف ويخدم مسبح الرب، وفعلا أصبح مطران. وانتقلت للأمجاد السماوية سنة 1952. لكن قبل ما تتنيح قالت للناس اطلبوا مني أي حاجة وفي أي وقت كأني عايشة معاكم وأنا هسمع وهساعدكم. وما زالت ليومنا ده بتعمل معجزات، وليها في روسيا كنايس كتيرة جدا باسمها.
وفي مكان قبرها أقاموا كنيسة في موسكو. والكنيسة دي عشان تفكر بس تروح تزورها لازم تستنى بالساعات، عشان الناس بيجولها كل يوم من كل مكان، ناس كتيرة جدا. أنا ما قدرتش أقولكوا على كل معجزاتها لأن معجزاتها كتيرة جدا مع ناس كتير، لكن عايزة أقولك لو واجهتك أي مشكلة أو ضيقة اوعى تتردد في ان انت تطلب القديسة مترونوشكا، ونادي عليها 3 مرات بصوت عالي وقول لها يا قديسة مترونوشكا ساعديني، وهي مش هتتأخر ابدا عن مساعدتك. اطلبوا شفاعتها وصلواتها، فهي مقتدرة جدا وشعب روسيا كله بيقدرها كتير. بركة شفاعتها تكون مع جميعنا امين. لو اول مرة تسمع عنها شير لك سيرتها وتابع صفحتي.